حجب الانحرافات اللي تدمي القلب وتدمي قلب صاحب الزمان عليه السلام، لعله من يدخل هنا يشعر بأضعاف أضعاف السرور والفرح لما يرى من هذه الطاقات الإيمانية. القرآن مو يوصف، يقول إن يكن 20 إيش قد يغلبون 200. باك الزمن بديش الإمكانيات البسيطة، ذولاك الإمكانياتهم محدودة وبسيطة، وحتى معرفتهم بالأئمة والمعصومين ترى معرفة محدودة. يعني لعله بذاك الزمن أكو أنفار مثل ما تفضل الأخ مالك الأشتر وش كم ما حد يعرفون الأئمة عليهم السلام. لا هذا الزمن المعرفة لعله أكثر، والموالين أكثر، والنظرة للمعصوم أعمق. فبالتالي حاليا مو الواحد يعادل 10 أو 20، لعله الواحد يعادل آلاف من هاي الشباب المؤمنين. فبالتالي إذا نريد نسوي نسبة وتناسب، إذا نريد نسوي معادلات، اليوم المؤمنين أكثر بكثير من غير المؤمنين. ترى خاف احنا نشوف برا يعني اكو فالضوضاء واكو، اما الزبد فيذهب، هذا كله زبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس اللي هم انتم ان شاء الله هذا يمكث يثبت. صراحة الأخوة من قالوا نريد ليلة الجمعة، يعني احنا الواحد يعني اكو بعض المكانات نتروح لها انت تقريبا مو كلش مقيد، يعني تقدر اكو فد هواي مواضيع تناقش بيها وكذا، بس احنا لكثرة إقامة الفعاليات وخصوصا بعض المؤسسات، فالإنسان يحاول يختار موضوع مناسب لحتى ما يكون سارق لوقت الآخرين، لأن هذا الوقت ثمين، وخصوصا ليالي شهر رمضان المبارك وليلة الجمعة في بعض الأحيان لعله الإنسان يكون سارق لوقت الآخرين. فوصلت النتيجة بصراحة احنا مو بحاجة المحاضرات. احنا اليوم كشباب إذا نريد نباوع ونحسب المحاضرات الحاضرينها من ذاك اليوم لهذا اليوم توصل جزء بالآلاف المحاضرات، ليالي الجمعة وزيارات ومناسبات ودروس، والحمد لله والشكر عندنا كم هائل من المفاهيم والعناوين. يعني بعبارة أخرى إخواني احنا بصراحة محتاجين لما بعد المحاضرات، محتاجين لما بعد المفاهيم، محتاجين لما بعد المعرفة، ألا وهو التطبيق. بالحديث من عمل بما يعلم وفقه الله لما لا يعلم. فبالتالي احنا اليوم معضلتنا معضلة التطبيق، اليوم معضلتنا معضلة العمل. يعني في بعض الأحيان يجي شاب مثلا يسأل سؤال المفروض هذا السؤال قبل 5 سنوات مخلص، المفروض اكو بعض الأمور قبل 5 سنوات مخلصينها احنا. يعني مثلا يجي بعض الشباب المؤمنين الرسالين يسأل شلون واحد يواظب على صلاة الليل، هذا سؤال خطأ. بعد يجي شاب مؤمن رسالي شلون واحد يواظب على صلاة الفجر، هذا السؤال خطأ. اخواني احنا هذا الميدان المفروض هو امور تجاوزناه. خطأ تسأل لي سؤال عقائدي، بعد هاي الامور تجاوزناه. انا احكي عن الشباب اللي صار لهم 3-4 سنوات بالمؤسسة، بعد اكو اسئلة المفروض نتجاوزها. هسه واحد عنده سؤال ما يسأل، لا ماكو مشكلة، بس وين شلنا عن هاي الاسئلة؟ المفروض هاي تجاوزناها يا شباب. احنا السؤال الفقهي المفروض انتم اليوم انتم تعلمون الناس الفقه، انتم تعلمون الناس العقائد، تعلمون الناس هواي معارف. احنا اليوم يا شباب انتم كناس مؤمنين اليوم اكو مراحل لازم متجاوزينها. اذا بعدنا بهاي احنا بصراحة احنا معناها اكو خسارة، اكو اندثار جاي يصير عندنا. هسه المشكلة وين ما نعرف.
بس معناها اكو مشكلة. فبالتالي يا شباب احنا يرادلنا ثورة عمل، يرادلنا همة عالية لحتى نوصل فد مقام عالي. ترى العمر سريع، لا تتصورون هسه احنا الشباب الموجودين هنا لا تتصورون يعني هذا العمر طول عندنا. اسأل هسه شيخ يحيى، شيخ فاق، يقول لك امس. اي واحد من عندنا هسه يتذكر ليه متى شو وقت بلغ، صدقوا اي واحد من عندنا يتذكر شو وقت دخل المتوسطة. امس ثقوا بالله من اقول امس يعني فعلا امس. فاسرع شيء العمر، يعني بعد احنا يا شباب الدنيا هي مره واحده الانسان يعيش. الامام الحسن يقول انما العمر مره، انما الحياه مره واحده. هي مره واحده الانسان عايش. ما اقضيها منا ومنا. بعد واحد تكون يتوجه، انت انسان مؤمن توجه على وجهه، وبعد سير بطريق الايمان وامشي وتكامل واوصل. ما يصير يوميا الانسان يرجع لورا، أو كل ساعة يقرر ويسوي برنامج ويسوي خطة ورجع انتكس ورجع بدأ من الصفر، يمشي ورجع وبدأ من الصفر. اليا وقت الإنسان يظل بين الصفر والخطوة الأولى، بين الصفر والخطوة الأولى، بين الصفر والخطوة الأولى، وإذا باوع يوصل مرحلة بعد الخطوة الأولى ما يوصلها يقدر، مرحلة من التعب والملل والكلل يوصل الخطوة الأولى ما يقدر يوصلها صدق. هسه الإنسان بطاقته، همته، بشبابه، بعنفوانه، بحيويته، يقدر يخطأ يبدأ من جديد، يخطأ يبدأ من جديد. بس مرور الزمن الخطأ راح يصير مكلف جدا. الخطأ راح يخسرك هواي. احنا ما نريد نطول بالمقدمات، هذه مقدمات ان شاء الله حتى نبدأ موضوعنا لهذا اليوم، اللي هو نستثمر مرحلة من مراحل الحياة والعطايا الإلهية. طبعا هو عنواننا أعم، احنا العنوان هو كيف نستثمر هذه الهبة وهذه أيام الضيافة الإلهية. شلون نستثمر شهر رمضان المبارك، وبالواقع هو كل حياتنا هي هبة من الله عز وجل، وبكل وقت احنا ضيوف على الله عز وجل، ولكن في شهر رمضان تكون الضيافة خاصة. طبعا نستميح الأخوة عذرا المشايخ نتكلم بحضرتهم، فإذا تأذنون له إن شاء الله نسمع الصلوات بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. راح ناخذ كم محور إن شاء الله. قبل أن نبدأ بالمحور الأول، إخواني الأعزاء، إحنا اليوم ضيوف على الله عز وجل، وبدأت الضيافة من أول يوم من شهر رمضان المبارك، ولكن هذه الضيافة تختلف عن غيرها بالأمر الأول أنها ضيافة جبرية مو اختيارية. عادة الضيف مختار، يروح ما يروح بكيفه، بعد إذا راح يصير ضيف، ما راح. هذه ضيافة قسرية وجبرية، كل احنا مجبورين على هذه الضيافة، لأن الكريم الله عز وجل يرى أن هذه الدعوة مهمة جدا. يعني مرة أنت مسوي لك فد مجلس قراية ثواب، وعندك ناس تحبهم تعزمهم، وكل ما الناس اللي تعزهم أكثر أتأكد عليهم بالطلب أكثر، وما تجي إذا ما تجي زعل عليك. سامعين هاي؟ إذا ما تجي أزعل عليك، كأنه الله عز وجل يقول لك العبادة اللي ما يجي أزعل عليه. إذن هذه الضيافة مهمة جدا. أنت ضيف مرحب بك، معناها شك واحد صايم معناها ضيف مرحب به،
ومعناه مهم عند الله عز وجل، ومعناه عزيز عند الله عز وجل، بحيث الله سبحانه وتعالى يقول له يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان أنت ضيفي، وإذا ما تجي أزعل. هذا الأمر الأول بشهر الضيافة اللي احنا بيه، واحنا ضيوف أعزاء على الله عز وجل. الأمر الآخر، هذه الضيافة فيها هبات وعطايا كبيرة جدا، بحيث اللي يدخل هاي الضيافة قد يأخذ هدايا تكفيه كل العمر، هدية تكفيك كل العمر. لعله ليلة قدر تكون تحيها وتتقبل منك خير لك، خير متعادل، خير من 1000 شهر، مو تعادل، أفضل. من باب المثال ضرب 80 شهر من باب الكثرة. وش قال عمر الإنسان تقريبا؟ 60 70 سنة 80 سنة يموت الإنسان. 80 خير لك من 1000 شهر، 2000 شهر ايش قد يصير 1000 شهر؟ تقريبا 80 شوية سنة، يعني يكفينك العمر كله. يعني الضيف المرحب به عند الله عز وجل قد يأخذ هدية الضيافة تكفي العمر كله. الأمر الثالث، وقد تكون من المطرودين من هذه الضيافة، من المطرودين من هذه الضيافة. يعني تصور انت يخلص شهر رمضان يصيحون بالاسماء، فلان قول لا فلان عفوخي ولا لا حد يطيشي، يا انا صايم وتعبان وكذا، لا لا انت مو يمنه سالفتك روح. واللي ينطرد، تصور يا شباب انت قاعد بعزيمه ويجي ابو البيت ويقول لك قوم اطلع برا قدام الناس، قدام الوجهاء، قدام المعصومين، ويجي النداء الإلهي فلان ابن فلان مطرود. بيوم الحشر والقيامة يصيحون باسم فلان ابن فلان مطرود، روح اطلع برا. وين يروح بعد الإنسان؟ فهذا الشهر الكريم بهذه الأمور، أنت ضيف شئت أم أبيت، ولكن إما أن تكون من المرحومين والمغفور لهم طول عمرك، أو تكون من المطرودين والمبعدين إلى قابل. يقول من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر له إلى شهر قابل. عود من الناس من يقول عدل سنة الجاية ما حد ضامن. هذا تقريبا لب محاضرتنا، وراح ندخل شلون ما نكون من المطرودين، شلون ما نكون من المبعدين. عدة أمور. الأمر الأول عدم السقوط بالذنوب، وخصوصا في هذه الأيام. يعني معناها أنت قاعد ببيت الداعيك الكريم وانت تحكي بصفك، ما أرد أضرب أمثلة لعله تحكي بصفك علي الذمة مثلا، ويسمعك الذمة، شنو ردة فعله عليك؟ فبالتالي الابتعاد. الأمر الأول يا أخوان بدينا بمحاضرتنا، الأمر الأول هو عدم السقوط في الذنوب في أيام الضيافة الإلهية. من يسقط في الذنوب في أيام الضيافة الإلهية أطمئن أنه قد يكون من المطرودين بهذا الشهر الكريم. الذنب في غير شهر رمضان يختلف يا أخوان، الذنب في شهر رمضان يختلف تماما.
اللي يذنب في شهر رمضان ما ممكن يحصل ليلة قدر مميزة، لأن ليلة القدر هي عبارة عن هداية وهبة من الله عز وجل. لمن؟ للضيوف اللي يحسنون آداب الضيافة. وأن العاصي ضيف لا يحسن آداب الضيافة، يكون ضيف غير مرحب فيه، يكون ضيف ثقيل. يعني تصور نفسك انت قاعد بمكان وما حد يريدك بهذا المكان، ما مرغوب بيك اصلا بهذا المكان. هذا الانسان المذنب في شهر رمضان. شايف من يجيك ضيف ثقيل غير مرغوب فيه، هو هذا اللي عاصي اللي يذنب. ولو هذه الذنوب، هسه احنا نريد نقول الذنوب الشهوية، نريد ناخذها باعتبار اكثر ذنب. الغيبة ذنب، النظرة الحرام ذنب، الكذب ذنب. هاي الذنوب اليوم كلها المنتشرة، وللأسف احنا في هذا الزمن يعني كثرت به الفتن، وكثر به الكلام، وكثر به تسقيط المؤمنين. ما تدري انت تحكي لك على واحد ما تدري من روى هذا الحديث، من روى رواية بأخيه المؤمن، حكى على واحد مؤمن يريد بها شينة أو هدم مروءته، خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، والشيطان لا يقبل. لا تتصور حكاية بتليفون تحكيها أنت تكون داخل بولاية الشيطان، ويا ريت لو الشيطان يقبل، يقول له روح أنا ما أريدك. يعني الشيطان يقول له أنت مش شرفني، الشيطان يقول له أنت ما تشرفني. يعني اللي يسويها بشهر رمضان مو بس رب العالمين يطرده من الضيافة، يروح يدق له باب ثاني يريد يدخل بيه، يقول هم روح ويا باب الشيطان. أنت تتصور حجم الذنب مش قد كبير؟ الشيطان يقول له روح ما أريدك. ذنوب الشهوات اللي أغلب الشباب بهاي الأعمار لعله تعاني، إن شاء الله البعيدين، ناسنا المؤمنين إن شاء الله بعدين كل البعد عن هذه الذنوب القبيحة. يعني ذنوب الشهوات يا شبابنا الأعزاء مقدمتها هي الخلوات. عادة إذا اجتمعت الخلوة والغفلة والشهوة نتيجة معصية. الإنسان المؤمن هدف الشيطان في غير شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان هاي الرحمة والإلهية، وهاي واحدة من الآداء، واحدة من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها، أنه بعد الشيطان عنك أنت بعد وهمتك. فمن يغفل الإنسان ومن يختل الإنسان ومن يصير عنده شهوات الإنسان راح يوقع بالمعصية. إذن شي يراد أنه يراد الإنسان قدر المستطاع يبتعد عن الخلوات، قدر المستطاع لا يختلي. طبعا الخلوة مفهوم أخلاقي وعرفاني، وأهل العرفان يدورونه، عم إحنا ما نريده، لأن هذا مصدر من مصادر تهيج الشهوات عند الإنسان اللي هي الخلوات. فبالتالي الإنسان إذا اختلى قدر المستطاع خليه يبتعد عن الخلوة، أو يستثمرها بشيء عبادي معنوي، يسمع له قرآن، يقرأ له دعاء، يقرأ له كتاب، قدر المستطاع. خلوة، غفلة، شهوة، معصية. طبعا بنتقدم خطوة بعد شوية، أنه قبل الغفلة والخلوة النظرة، حتى قالوا النظرة مصحف القلب. يعني مستحيل الإنسان يسيطر على شهواته إذا فاتح المجال العينه، مستحيل. هاي العين
اللي نتأمل نرى بها صاحب الزمان عليه السلام حرامات واحد يلوثها بنظرات محرمة، وهاي النظرة المحرمة راح تكون جزء من وجودك. خلينا نطلع شوية، الموضوع فلسفي إن شاء الله دقيقتين أو 3 ونرجع لموضوعنا. شنو حقيقة الأعمال؟ الفلاسفة يقولون حقيقة كل فعل بأمرين، اللي هو عالم الانقضاء أو التقضي وعالم الثبات. يعني انت هسه من سويت فد فعل، تكلمت، تحركت، هاي الوجود السيالي الكل فعل اللي هو له بداية وله نهاية. هسه أنا اليوم هاي الكلمة كلمة يا الله بها بداية بها نهاية، الكلمة الثانية بها بداية بها نهاية، كلمة وهكذا، يعني اللي يسمونه الوجود السيال. هذا شو يسمونه؟ الأفعال. هذا مقام التقضي، ينقض هذا يعني يخلص ينتهي. الأمر الآخر حقيقة كل فعل وكل حركة اللي هي الثبات. بالنسبة للروح، ملا صدرة يقول الروح مادية الحدوث مجردة البقاء، نزلت من ذلك العالم الأرفعي. يعني شنو؟ بس احنا الروح مادية معنوية. شنو الروح؟ يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لكن قوامها شنو الروح؟ مو حقيقتها. الحقيقة ما حد يم الله سبحانه وتعالى وآل البيت. فلاسفة يخوضون شوية بهذا المجال. من أكابر الفلاسفة ملا صدرة يقول الروح مادية الحدوث، حدوثا وخروجا العالم الإمكان يحتاج لها مادة، اللي هي النطفة والبويضة يتخصبن اثنيناتين يكونن لفت جسم. هذا الجسم بشهر الرابع يكون محل النزول الروح. طبعا احنا الجنين قبل الشهر الرابع ما بيروح، حتى أحكام السقط بعد الشهر الرابع تختلف عن ما قبل الشهر الرابع. يعني الفلسفة تعطش. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. يعني شنو هسه نريد نقول؟ الروح هاي التجي للإنسان، اللي هي وجود الإنسان بعد ما صار عملية التلاقح بين النطفة والبويضة وكونني جنين. هذا الجنين بشهر الرابع كان مصدر لخروج الروح من ذاك العالم العلوي إلى هذا العالم السفلي. طبعا واللطيف بالأمر بهذا البحث يقول الروح عالمة مدركة كل الحقائق، ولكن شوف هاي نظرية الانسلاخ والذهول يسميها، ولكن عندما نزلت من العالم العلوي إلى العالم السفلي انذهلت ذهولا كبيرا أنستها وأفقدتها كل المعلومات والحقائق. لهذا السبب احنا هسه بنظرية المعرفة يقولون احنا جاي نستذكر المعلومات والحقائق. من تدرس التستذكار، وإلا هي موجودة بس نستها الروح. هذا مقدمة اللي نريد نوصل بها. المن نريد نقول من تجي الروح خالية من كل شيء، يا اللي يكونها يا اللي يقومها أفعال الإنسان. يعني الوجود الحقيقي والمعنوي لكل واحد من عندنا تكون أفعاله. هذا الفعل اللي جاي نسويه لا تتصورون يروح وينتهي، لا، ينتهي على مستوى الصورة، ولكن إلى حقيقة تبقى بوجودك أنت. لهذا السبب أكو ناس تشتاق للمعصية، أكو ناس تشمئز من المعصية، أكو ناس تحب تنظر للحرام، أكو ناس تشمئز من النظر للحرام.
اكو ناس تحب بعض الامور، اكو ناس تكره بعض الامور. هاي شنو اصلها؟ هاي حسب تكوين الانسان من خلال افعاله. هذا السبب شوفوا انت اكو ناس يطلع مرتب وخوش انسان مبين، تقول هاي تربيته زينه، معناها اهله صنعوا له بيئه يفعل افعال معينه تكون تنعكس بداخله وتصير له حقيقه معينه. ذنوب الشهوات تصنع فد مخلوق هذا الانسان. هذا السبب جاي يشوفون اليوم اكو فد معاصي عجيبه غريبه، شلون وصل هذا الانسان لهاي المعاصي؟ اكو بعض الافعال مستحيل الانسان يسويها بغض النظر عن وجود الدين والمنهج والشريعه والعباده، الا انه حقيقه الانسان وصلت مرحله يستسهل هذه الافعال، لان هو كون مخلوق ظاهره انسان، بس واقعا واحد اذا من اهل البصائر ويطلع عليه مو انسان اصلا. عندنا روايه تقول في يوم القيامه يحشر البعض تحسن صور الخنازير والكلاب عن صورهم. اجلكم الله. يعني اذا تريد تقارن بينه وبين الكلب والخنزير، الكلب والخنزير اجمل من صورته وهيئته، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نستجير بالله. اذن يا اخوان، حقيقه الافعال حقيقه واقعيه، وهذه الامور لها تحقق واقعي. كل ما في الامر احنا بنشوفه، ومو كل شيء بنشوفه ما موجود. صاحب الزمان ما نشوفه، شنو ما موجود؟ لا موجود، بس احنا عيوننا محدوده، بنشوف ما ندرك كثير من الحقائق. او احنا انفسنا بنشوفها يا اخوان، احنا وجوهنا بنشوفها. من عندنا شايف وجهه بغير المرآة او اي شيء عاكس، بدون واسطه وجهك ما تقدر تشوفه بدون واسطه. شلون تريد تشوف امور؟ فبالتالي حقائق الافعال يا اخوان إلها تجسد واقعي. هذا السبب احرص انه انت ترسم واقع جميل ولطيف إلك من خلال افعالك. بعبارة اخرى، كل واحد بينا يا اخوان عبارة عن مهندس او رسام جاي يرسم او يهندس حقيقته. كل واحد من عندنا افعاله، انت بكيفك تريد تهندس بناء اعوج هش ما يقاوم الزلازل بيدك، تريد تبني بناء قوي على ارض صلبه ويقاوم كل الهزات والضربات الشيطانيه. احنا مشكلتنا مفتوحين قدام الشيطان. هسه الشيطان ترى هم صايم عن اضلال الناس. الشيطان هسه عنده فترة استجمام، صار له 9 أشهر او 11 شهر يشتغل وتعبان، هسه جاي يخزن ويلم، ومن نجي مفضوحين قدام الشيطان يعرف هذا طق هنا، هذا طق هنا، هذا ضربه منا، هذا تعال منا، هذا روح له منا. فبالتالي يكون الانسان المؤمن هذا الشهر الفضيل يسد كل الثغرات، ورقه وقلم واقعد. احنا المشكله يا اخوان هواي سامعين حكي، وهاي واحده من المشاكل، احنا هواي نسمع حكي، لابد انه احنا نطبق اكثر ما نسمع. هاي الله سبحانه وتعالى راح يوفقنا هواي. ترى اخوان كثرة سمع الحكي وعدم التطبيق قد يسلب الانسان هذا التوفيق. ترى حجة، كل واحد يقعد هنا ويحكي ويسولف ويسمع، كل واحد يصعد على المنصة وتقعد وتسمع، هذا حجة عليك بيوم القيامة. تعال
ليش ما سويتها؟ ما أدري والله، ماكو ما أدري، فلان حكى فلان حكى فلان حكى فلان حكى. هاي كلها حجج علينا. ورقة وقلم أقعد يا باشا نقوصاتي أنا شو هسه الحمد لله والشكر كلها صيح. أريد أكون روحي أكون نفسي. يا هالتحاكي ليش ما تتزوج؟ أريد أكون روحي أكون نفسي. ليش ما واحد يكون روحه معنويا يا أخوان؟ واحد ليش ما يكون شنو نقص المعنوي؟ هسه واحد بس شوية مرض طب الذكاء الصناعي شنو يوجعني هيك، شنو العلاج؟ لو هاي هسه الذكاء الصناعي قبل يروح للدكتور وما ادري شنو، بينما اكو امراض صارنا سنين عندنا وندري بيها بس ما جاي نعالجها. ليش لحد الانسان المؤمن الرسالي لحد الان صلاة الليل ما صارت ملكة عنده؟ هاي مشكلة. ليش لحد الانسان المؤمن الرسالي لحد الان صير عصبي؟ هاي مشكلة. ليش لحد الان احنا كناس مؤمنين ممكن اشعر بالغيرة من الاخرين او اشعر بالحسد تجاه الاخرين؟ ليش ما اتمنى الخير للناس المؤمنين؟ هاي كلها امراض. كثير من الامراض موجودة بداخلنا يا اخوان. هاي ثغرات مفتوحة قدام العدو الك، مجرد ما ينفتح المجال راح يجي يضرب ضربات. لهذا السبب احنا واي بينا محتار. ليش لحد الان انا ماكو شيء يا اخوان؟ هسه اليوم اذا واحد نجار تجيبه وتحطه بمحل مال نجاره وكش ما يعرف، خلال شهر شهرين 3 اشهر سنه يتعلم ويصير نجار ويصير خلفه ويصير اسطى بعد. احنا لحد الان ما صرنا خلفات بالدين، بعدنا عمال. كل انسان مو يقضي طول عمره عامل، لازم شويه. اذن الامر الاول يا شباب اللي هو الحذر، كل الحذر من السقوط بالذنوب، وخصوصا ذنوب الشهوات باعتبار هي أيسر الذنوب. في رواية عن الإمام علي عليه السلام: الشهوات سموم قاتلات. سم، الشهوة سم يا أخوان، سم للروح. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الشهوات مصائد الشيطان. الجزوات والفخاخ مال الشيطان اللي ينصبهن داير ما داير الإنسان المؤمن الشهوات. وعنه عليه السلام: من تلذذ بمعاصي الله أورثه الله الذل. هذا اللي يتونس بالمعصية، اللي يسوي معصية ويرتاح بها ويتونس بها ويفرح بها ويتلذذ بها، أورثه الله الذل، كن ذليل يا أخوان. وعنه عليه السلام: عبد الشهوة أسير لا ينفك أسره. اللي يدخل بهذا المجال صعب يطلع من عنده. وعنه عليه السلام: إياك وطاعة الهوى فإنه يقود إلى كل محنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الوقوف في المنطقة الوسطى. احنا وين جاي نتكلم شباب؟ جاي نتكلم شلون ما نكون مطرودين من الضيافة